مصطلح التعايش في اللغة هو الاشتراك في حق الحياة على الإلفة والمودة، تضاف إليها السلم من باب التأكيد، لكن أصلا كلمة التعايش نفسها تحمل في داخلها أو في مضامينها أنه لا تعايش إن لم يكن هنالك قدرة أصلا على الإلفة وعلى المودة وعلى إدارة التنوع، أو ربما يكون هنالك شكل من أشكال الاحتراب بين المجتمعات فيحاول أن يطلقوا كلمة التعايش السلمي حتى يميزوا عن بقية أشكال العيش التي ربما تمر على الناس. هذه على كل بدأت في البداية في إطار الشأن الاجتماعي، المكونات الاجتماعية سواء قبائل مكونات كذا، أن تتعايش فيما بينها في المرعى، في المأكل، في المشرب، في المياه، في المورد، في المزارع. عندما تتداخل هذه القضايا الرعاة مع المزارعين فصارت على كل تطلق ابتداء على المكونات الأولية في المجتمعات كأسر وعوائل وقبائل، ثم توسع المفهوم بعد ذلك في إطار أيضا الشعوب والمجتمعات الكبيرة على مستوى الدول، ويكون هنالك قدرة على إدارة التنوع في داخلها، خاصة بعد أن نشأت الدولة القطرية بتنوعها الديني، بتنوعها الثقافي، بتنوعها الإثني، بتنوعها اللغوي، بتنوعها كذلك الاقتصادي، ثم طرحت بعد ذلك على مستوى النظام الدولي في إطار أيضا الحرب ما يعرف بالحرب الباردة. طرح أيضا هذا المفهوم بحيث والله المكونات الدولية والإمبراطوريات الكبيرة، وعلى الأقل الدول الكبيرة التي هي الوازنة في النظام الدولي، أيضا طرحت فكرة التعايش السلمي فيما بينها. فإذا المفهوم هو القدرة على العيش المشترك داخل هذا الكوكب الذي نحن فيه بطريقة تجعل الجميع يكون على الأقل يملك حق الحياة ويملك كذلك حق العيش، ويملك دون أن يكون هنالك اعتداء عليه بسبب دينه أو بسبب لونه أو بسبب لغته أو بسبب ثقافته. ربما هذا ببساطة شديدة جدا المفهوم في سياقه العام.